طيب في عندي بقى ملحوظة تانية، تلاحظ أنا هنا كاتب all touched، عندي هنا function اسمها mark all as touched. طب mark all as touched على مستوى الform control مش غريبة شوية؟ يعني هي form control واحدة، هي فيها إيه الall اللي هاعمل فيها untouched؟ طب هي منطقية أكتر على الform group، لأن كلمة mark all as touched ده معناه إن أنا هاعمل أو عايز أعمل كل الform controls touched، يعني شيء منطقي. يعني لو ضغطت هنا على دي في الform هتبقى كلها touched. تمام؟ طيب طب هيحصل إيه لما أعمل كليك على الform او على مارك اول اتاتشد على في الايميل؟ طبيعي هتبقى هي ترو. بس خد بالك من النقطه دي، احنا لسه قايلين من شويه ان لو واحده فيهم بقت تاتشد فالفورم كلها هتبقى تاتشد، بس مش في حاله المارك اول از تاتشد. يعني دي مش منطقي انك انت تستخدمها مع الفورم كنترول، لان مارك اول از تاتشد بتبقى معتمده على ان الفورم كنترول عنده تشايلد فورم كنترولز، وده مش موجود في في الفورم كنترول. يعني الفورم كنترول دي اصغر حاجه، فمفيش حاجه تاني جواها. فده معناه ان انت لو عايز تغير الستيت بتاع انبوت معين من untouched لتاتشد يبقى يفضل تستخدم مارك از تاتشد. يعني حتى لو انا جيت هنا كمان دوست على الباسورد تاتشد، بس برضو الفورم كلها untouched. تاخد بالك من النقطه دي.